سؤال 1. كنرتكب مخالفة إلا قمت بالتجاوز في هذا المكان. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. اول حاجه هاد الطريق في لوطوغوت، وهذا المسلك اللي غادي فيه هنا هو مسلك التجاوز. عندي الحق نتجاوز واخا تكون كاع غادي شي سياره قدامي. اذا الجواب هنا هو لا. سؤال 2. خطر وقوع الحوادث كيكون أكبر على المسارات اللي معروفة. الجواب 1، اللي ما معروفاش. الجواب 2. هنا خطر وقوع الحوادث كيكون اكبر في البلايص المعروفه. علاش؟ لان في البلايص المعروفه تتكون الثقه شويه زايده، سكيل فيه الحذر تيكون ناقص. اما في البلايص اللي ما معروفينش يكون التركيز ديالنا اكثر، لان ما تنعرفوهمش، ما عارفينش الحفاري اللي فيهم لي ضوضان، اش غيلقانا في الطريق. هذاك الشيء علاش يكون الحذر اكثر في البلايص اللي ما معروفاش. اذا جواب 1. سؤال 3. يمكن لي نقوم بنص دورة عند العلامة الأولى. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. عند المدار. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. هنا البلاكه الاولى تسمعني انني ندير دوميتور، يعني نص دوره. اما في المدار فمسموح ندير هذيك نص دوره. اذا الجواب العلامه الاولى لا، عند المدار نعم. سؤال 4. على اليمين يمكن لي نوقف. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. نتوقف. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. هنا القاعده الطرقيه واضحه، ملي يكون التروطوار بالصفر ممنوع عليا الوقوف او التوقف. سؤال 5. كنمشي بسرعة 120 كيلومتر في الساعة، من الواجب نقص من السرعة. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الله يجازيكم في بحال هاد الاسئله هادي ركزوا مزيان. هنا تيبان لينا السويكلاص طالع الفوق، يعني الشتا تتصب، وكيف ما الا لاحظتوا قدامنا كاين واحد المنعرج. السرعه المحدده في لوطوغوت هي 120 كيلومتر في الساعه، ولكن هنا عندنا واحد الاستثناء هو الشتا وكاين منعرج. الا كان منعرج تتحدد السرعه في 100 كيلومتر في الساعه. اذا واش نقص من السرعه؟ نعم. سؤال 6. كنسمع على الراديو، زر الراديو الموجود على المقود كيمكن لي نخلي يدي على المقود. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. كيمكن لي نخلي عيني مركزة على القيادة. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. هاد الازرار هادو كما لاحظتوا مؤخرا كاين في كاع السيارات الجداد، وهما الهدف ديالهم غير باش يمنحونا واحد التركيز في القياده بطبيعه الحال. اذا الجواب 1 والجواب 3 هذا حاجه طبيعيه وحاجه باينه. سؤال 7. كيمكن لي نبقى بضوء الطريق مشعولة. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. هنا القاعده تجبر ضوء الطريق تنستعملوه في المناطق اللي تتنعدم فيها الرؤيه. هاد الحاله اللي عندنا واحد البلاكه ما فيهاش تحديد السرعه، هذه اول حاجه. يعني حنا داخلين واحد المنطقه سكنيه، وكما تلاحظوا ان كاينين الضواو شاعلين قدامنا، كاين واحد الضواو ديال الطريق شاعلين. انا واش مسموح ليا نبقى بضوء الطريق؟ لا لا ما مسموحش ليا نبقى مشعل ضوء الطريق. سؤال 8. تكلم أثناء القيادة كيسبب في إطالة وقت رد الفعل. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. تثبيت العينين. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. هنا التكلم اثناء القياده كيتسبب في اطاله وقت رد الفعل وفي تثبيت العينين. هادو راه من بين الاسباب اللي خلات ان ممنوع اننا نتكلموا اثناء القياده، او ممنوع لينا نستعملوا الهاتف اثناء القياده. سؤال 9. على بعد 1000 متر تشوير طرقي كيعلن على طريق فيها حركة سير كتيفة. الجواب 1، مسار التجاوز. الجواب 2، طريق باتجاه 1.
الجواب 3. هنا البلاكة تتشير لينا على أن على بعد 1000 متر غيولي عندنا واحد مسار للتجاوز، يعني غيتزاد واحد المسار اخر، ما يبقاش عندنا مسار واحد على بعد 1000 متر. اذا من بعد 1000 متر غيولي مسموح لنا اننا نتجاوزو. سؤال 10. من الواجب على العربات اللي جايه من اليسار تعطيني حق الاسبقيه. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. هنا العلامة واضحة، ما تعطيناش حق الأسبقية. هاد العلامة تعني أن طريق صغيرة في كبيرة، مول الكبيرة يدوز. أنا في الطريق الصغيرة، السيارات اللي على اليسار ديالي هما اللي جايين في الطريق الكبيرة، إذا هما اللي عندهم حق الأسبقية. سؤال 11. نتجاوز بسرعه هذا الجرار اللي كيمشي بسرعه 25 كيلومتر في الساعه. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. هنا العلامة اللي قدامنا تشير على أن الطريق كبيرة في صغيرة، مول الكبيرة يدوز. أنا في الطريق الكبيرة، والسيارات اللي على اليمين واللي على اليسار هما اللي تيتحسبوا في الطريق الصغيرة، يعني عند حق الأسبقية عندي أنا. ولكن هنا كاين واحد البياج في السؤال، تقول لك تجاوز بسرعة. ردوا البال من هذه القضية هذه، تنتجاوزوش بسرعة، يعني هادو تيكونوا بياج. هنا ما عنديش، ما يمكنش لي نتجاوز هاد الجرار لأنني قريب بعدا بملتقى طرق، ما يمكنش ليا. سؤال 12. ندوز الجواب 1، او نوقف الجواب 2. هنا عندنا الدور صفر الرفراف، تيكون الدور صفر الرفراف تنكمل في الطريق ولكن بحذر، يعني نقص من السرعة ونمشي بشوية عليا. أما إلا كان الدور صفر واقف هنا خاصني نوقف. سؤال 13. يمكن لي نبقى على هذا المسار إلا كنت غادي للجديدة. نعم جواب 1، لا جواب 2. العين الشق. نعم جواب 3، لا جواب 4. هنا الجواب باين كما تتوضح لنا الصورة. إلا كنت غنتجه للجديدة نبقى في المسار اللي فيه أنا دابا. أما إلا بغيت نمشي للعين الشق خاصني نحاز على اليمين ديالي. يعني واش أنا في المسار باش نمشي للجديدة؟ نعم. باش نمشي للعين الشق؟ لا. سؤال 14. من الواجب عليا نعطيه حق الأسبقية. على اليمين الجواب 1، على اليسر الجواب 2. إلا دعت الضرورة نوقف. عند ممر راجلين الجواب 3، عند خط ضواو الجواب 4. هنا في هذه الحالة هذه الضوء الخضر شاعل، يعني ما غنعطي حق الأسبقية لحتى شي واحد. أما إلا دعت الضرورة أني نوقف بطبيعة الحال ما غاديش نوقف في ممر راجلين، غنوقف في الخط. جواب 4. سؤال 15. السرعة محددة في 90 كيلومتر في الساعة. الجواب 1. في 100 كيلومتر في الساعة الجواب 2. يمكن لي نتجاوز دابا. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. أولا هذه طريق وطنية، السرعة محدودة في 100 كيلومتر في الساعة. ثانيا البلاكة اللي على اليمين تتشير بأن المسار اللي فيه أنا في مسار ديال التجاوز على مسافة 1000 متر، إذا أنا مسموح لي نتجاوز. هذا الخط متصول تيفرقني ما بيني وما بين الناس اللي جايين. يردوا البال بنادم يبان لي خط متصول يقول حق لا راه ممنوع التجاوز. لا، البلاكة اللي تتشير أن مسار ديال التجاوز راه كاين تزاد عندي. سؤال 16. هاد العلامة كتمنع الوقوف على الطريق الجواب 1، على جنب الطريق الجواب 2. المنع كيبدا على مسافة 400 متر الجواب 3، كيمتد على طول 400 متر الجواب 4. هنا ممنوع لينا بعدا اصلا نوقفوا في الطريق، يعني وسط الطريق ممنوع لينا نوقفوا في وسط الطريق، والبلاكه كتمنعنا من اننا نوقفوا في جانب الطريق. المنع تيبدا من عند البلاكه، ماشي على مسافه، ولا تيبدا من عند البلاكه وتيمتد على طول 400 متر. ركزوا وعقلوا على هذه الاشياء. سؤال 17. باش نمشي للدار البيضاء نبقى على هذا المسار الجواب 1، ولا ننحاز للمسلك على اليسر الجواب 2. هنا المسار اللي غادي فيه تيسمح لنا اننا نمشيو وسط المدينه، نمشيو الاكدال، حي اكدال، نمشيو للدار البيضاء. اما الا بغيت نمشي لحي الرياض تما فين ممكن نستعمل المسلك اللي على اليسار.
باش نصغر الدوره ديالي ونجيب الرومبوا وندور لحي الرياض. اذا واش نمشي باش نمشي للدار البيضاء نبقى في هذا المسلك ديالي. سؤال 18. يمكن لي نمشي بضواو الطريق؟ الجواب واحد. بضواو التقابل؟ الجواب زوج. بضواو الضبابة ديال القدام؟ الجواب ثلاثة. بضواو الضبابة ديال الخلف؟ الجواب أربعة. هنا نعاودو نذكركم بالقاعده. ملي تكون عندنا الضبابه تنستعملوا اضواء التقابل، اضواء ديال الضبابه ديال القدام وديال الخلف. ملي تكون عندنا الشتاء تنستعملوا اضواء التقابل واضواء ديال الضبابه ديال القدام. عقلوا على هذه القاعده. سؤال 19. عند محطة الأداء من الواجب اختيار المسلك اليمين؟ الجواب واحد. اليسر؟ الجواب زوج. طريق السيار بالخلاص؟ الجواب ثلاثة. بلا خلاص؟ الجواب أربعة. في طريق السيار وفي محطة الأداء من واجب علينا اختيار المسلك ديال اليسار. وبالنسبة للطريق واش بالخلاص ولا لا، بطبيعة الحال طريق السيارة بالخلاص. سؤال 20. نعطي حق الأسبقية للراجلين؟ نعم. الجواب واحد. لا. الجواب زوج. هنا أولا خاصني ديما نعطي حق الأسبقية الراجلين. ثانيا أنا عندي علامة قف، يعني ملزوم عليا نوقف. جواب نعم. سؤال 21. غيصبح خطر وقوع الحوادث كبر عند تناول المخدرات؟ نعم. الجواب واحد. لا. الجواب زوج. هنا كيف ما خبرتكم في أجوبة سابقة ديما نكون إيجابي. كاين والكحول وهادشي كامل الله يعفو على الجميع، هادشي كاع تيؤدي الحوادث. نعم. سؤال 22. ندوز؟ الجواب واحد. نوقف؟ الجواب زوج. هنا أنا غادي في طريق رئيسية، المفروض على السيارة اللي على اليمين هي اللي تعطينا حق الأسبقيات، سنة تندوز أنا. سؤال 23. باش تتم عملية التقابل بكل أمان الشاحنة هي اللي من الواجب عليها توقف؟ الجواب واحد. أنا اللي من الواجب عليا نوقف؟ الجواب زوج. هنا الأشغال كاينين في الطريق اللي جاي منها الكاميو، أما الطريق ديالي أنا خاوية، المفروض على الكاميو هو اللي يوقف ويخليني أنا ندوز عاد باش يدوز هو. سؤال 24. من الأفضل التخفيض من السرعة؟ نعم. الجواب واحد. لا. الجواب زوج. نشعل ضواو الوضع وحدها؟ نعم. الجواب ثلاثة. لا. الجواب أربعة. هنا ملي تكون الأحوال الجوية سيئة دائما خاصنا نخفضوا من السرعة. والقاعدة الثانية ملي تكون عندنا الضبابة ضروري أننا نستعملوا أضواء التقابل وأضواء ديال الضبابة ديال القدام وديال اللور. سؤال 25. هاد العربة كتمشي بسرعة 30 كيلومتر في الساعة، يمكن لي نتجاوز بسرعة؟ نعم. الجواب واحد. لا. الجواب زوج. هنا ملي تيكون الخط متصول ممنوع عليا ندوبل نهائيا، ممنوع الدوبلاج. سؤال 26. عند ملتقى الطرق الجاي من الواجب عليا نعطيه حق الأسبقية؟ نعم. الجواب واحد. لا. الجواب زوج. يمكن لي نقوم بنص دورة؟ نعم. الجواب ثلاثة. لا. الجواب أربعة. هنا هاد العلامة تشير إلى مدار أولا برون بوان. بطبيعة الحال في الرون بوان القاعدة تقول خصني نعطي حق الأسبقية اللي جاي من اليسار، وبطبيعة الحال ممكن نقوم بنص دورة. جواب واحد وثلاثة. سؤال 27. مسموح بالتجاوز دابا؟ نعم. الجواب واحد. لا. الجواب زوج. هنا الشاحنة اللي قدامنا مشى على ستوب، يعني أكيد أن قدامها كاين شي خطر أو كاين شي مشكل. هنا ممنوع علينا نتجاوزو، واخا الخط تيسمح لينا نتجاوزو أن الطريق عند اتجاه واحد، ممنوع علينا نتجاوزو. نردو البال مزيان ونحاولو نركزو مزيان على الصورة باش ما نغلطوش. سؤال 28. في هذا المكان التوقف بالخلاص؟ نعم. الجواب واحد. لا. الجواب زوج.
هنا العلامة تتعلمنا بأن هذا راه باركينغ وبالخلاص. سؤال 29. خطأت في الاتجاه، مازال يمكن لي نغير المسلك باش نتوجه للقدام. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. هنا المسار اللي أنا فيه وتشوير الطرقي تلزمنا أننا ندورو على اليسار. سؤال 30. وقت رد الفعل هو أقل 2 مرات ملي كنكونوا غاديين ب50 كيلومتر في الساعة على ملي كنكونوا غاديين ب100 كيلومتر في الساعة. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. أولا وقت رد الفعل تيكون ديما هو ثانية. في الحالة هذه راه تيتزاد ماشي تيتنقص، ما تيكونش أقل أكثر. سؤال 31. نزيد للقدام الجواب 1، نشد اليمين الجواب 2. هنا التروطوار اللي على اليمين ديالي بالصفر يعني ممنوع الوقوف أو التوقف. عندي الحق نزيد لقدام نمشي بالحذر ونكمل القدام. سؤال 32. يمكن لي نتجاوز. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. هنا هاد الاسهم هادو ما تيخصوناش حنايا، تيخصو الناس اللي جايين قبالتنا. يمكن لي نتجاوز بطبيعة الحال، يمكن لي نتجاوز. سؤال 33. نغير الاتجاه اليسار، من الواجب عليا نعطي حق الأسبقية اليسار. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. اليمين نعم الجواب 3، لا الجواب 4. هنا ملي تكون عندنا الأضواء اللي تنظم المرور تتلغى مع أي إشارة أخرى اللي تتعطي حق الأسبقية. فهاد السؤال ديالنا واش نعطيو حق الأسبقية اليسار لا اليمين لا. سؤال 34. تيتواجد مركز الإغاثة قرب العلامة الجواب 1، على بعد 50 متر تقريبا الجواب 2، على بعد 150 متر تقريبا الجواب 3. هنا في السوتيران أو لا في النفق ديما تنوقفو قرب العلامة، سواء كانت مركز الإغاثة أو لا منفذ الإغاثة أو لا الطفاية ديال الحريق. سؤال 35. عند ملتقى الطرق الجاي غنغير الاتجاه اليسار، من الواجب عليا نعطي حق الأسبقية اليمين. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. اليسار نعم الجواب 3، لا الجواب 4. هاد العلامة تشير إلى انتباه طريق كبيرة في صغيرة مول الكبيرة يدوز. يعني أنا في الطريق الكبيرة، يعني أنا اللي عندي حق الأسبقية في ملتقى الطرق اللي جاي، غتكون عندي حق الأسبقية على اليمين واللي جاي على اليسار. سؤال 36. هاد العلامة كتعلن على أن التوقف فوق الرصيف مسموح به. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. هنا بحال هاد الأسئلة طرقنا ليهم بزاف، يعني ملي يكون عندنا التروطوار صفر ممنوع باتا، ممنوع الوقوف أو التوقف. سؤال 37. وصلت المكان فيه عادة الريح. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الرمز كيشير على أن الريح دايما كتجي من اليمين. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. هاد العلامة تشير على أنها رياح جانبية، انتباه رياح جانبية، وما تتحددش لأنه جاية من اليمين ولا من اليسار. إذا وصلت المكان فيه عادة رياح. نعم رياح كتشير على أن الرياح دائما كتجي من اليمين لا. سؤال 38. يمكن لي نتجاوز هاد السيارة. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. هنا ملي يكون عندنا الخط متقطع بحال هكا ومقارب مع بعضياتو تيشير لنا على اننا قربنا ان نوصلوا لواحد الخط مكسور، يعني ممنوع التجاوز. سؤال 39. توقف فوق الرصيف مسموح به. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. هنا راه غالطين في هذا السؤال هذا، هو راه نورمالمون خاصنا بغينا نوقفو ونخليو اضواء الوضع واضواء التقابل، ولكن هنا في هذا السؤال في هذه الصيغه ديال السؤال هذا غنخليو اضواء الوضع واضواء التقابل لا. 1 4. سؤال
40. على بعد 200 متر غنغير المسلك. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. هاد البلاكا كيما تتبان لينا بالصفر يعني مؤقته، وتتشير الى ان على بعد 200 متر غنغيروا المسلك على اليمين. شكرا على المتابعه، ابونا في لاشين باش يوصلكم الجديد. بطبيعه الحال ديروا جيم وخليوا لينا التعليقات ديالكم.